هاي، عاملين ايه؟ لو انتوا اول مرة تسمعونا فاحنا جاك بودكاست. البودكاست ده للشباب، بناقش فيه افكار كتير بنفكر فيها، وحاجات كتير بتشغل بالنا ويمكن مش بنلاقي لها اجابة. والنهارده بقى هنتكلم عن سؤال شهير جدا، ما كانش يعني ما فيش حد ما عندوش السؤال ده او مش بيفكر فيه، انه ازاي اسمع صوت ربنا. ومعانا نينا. هاي يا هيا نينا، سيم. ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا ميرسي متشوقة للحديث. ميرسي عامة ان جيتي تاني نينا، يا جماعة بتيجي من بعيد جدا. قولي لنا بقى نينا، ايه الموضوع؟ آم، بصراحة هو موضوع سماع صوت ربنا ده يعني واحد من التوبكس، اعلى توبكس ممكن الواحد يكون بيفكر فيها او الناس بتتكلم عنها. وده لو بيقول حاجة بيقول ان الانسان جعان لانه يسمع صوت الله، او بمعنى اصح هو جعان لان يكون في شخص بيرشده. آم، احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع ربنا على انه ال المكنة السحرية اللي احنا محتاجين ان احنا نحط فيها صلوات وندوس كده على شوية زراير كأننا بنضغط عليها، يعني تطلع لنا من الناحية التانية اعمل ايه؟ كتيب فيه الإرشادات، اللي هو نفتح الصفحة الأولى خشي الكلية الفلانية، الصفحة التانية تجوز فلانة، الصفحة التالتة خلف ولا ما تخلفش، عيش في مصر ولا عيش برا. ف ولكن يعني في اصل الموضوع عايزه افوكس على حته ان الانسان طول ما هو عايز يسمع صوت ربنا هو كانه بيقول من غير ما يقول بلسانه انه انا محتاج ارشاد، محتاج حد يقول لي، محتاج حد يقول لي ايه الصح من ايه الغلط، ايه المناسب ليا. ودي حاجة في حد ذاتها مشجعة. يعني لو انت اصلا بتسأل السؤال ده ازاي اسمع صوت ربنا، خليني الاول اشجعك، يعني لانه ده بيقول حاجة. بس عارفة اوقات كمان بنسأل السؤال ده في القرارات الكبيرة، زي مثلا اه ادخل كلية ايه، بالظبط. ادخل علمي ولا ادبي، اتجوز ده ولا ما اتجوزوش، اهاجر ولا ما هاجرش. اوقات صح. بحس ان احنا بنسأل الاسئلة دي او بنهتم نسمع رأي ربنا في الاسئلة دي، عشان انا مش عايزة البس النتيجة لوحدي. انا ايوه عايز بالظبط. حد لما الموضوع يبوظ الوم عليه. اه ايوه صح، حلوه م- قوي الفكره دي بالظبط. م- انا برضو بحس ان بصراحه الموضوع ده يعني لما بيبقى حد بيروح لربنا بس علشان خاطر عنده سؤال او اختيار مصيري، قرار مصيري لازم ياخد فيه قرار، فهو منتظر ان هو يروح لربنا عشان ربنا يرد عليه. وهو ده بالظبط اللي احنا، يعني اللي انا عايزه اقوله انه هو ده اللي مش بيحصل. م- وبنرجع يمكن نقول ربنا كلام، يعني يقول طب ما انا صليت، وكأنه انا صليت ده معناه خلاص انه الموضوع كله انتهى، وان القصة المفروض تكون ما دام انا صليت يبقى النتيجة لازم تكون مضمونة. آه عايزة اقول انه فكرة سماع صوت الله هي فكرة اعمق قوي قوي من مجرد اني اروح لربنا بحاجة كبيرة قوي واقول له يلا قولي انت رأيك ايه، اخد ده ولا لا، اتجوز دي ولا لا، اعمل كذا ولا كذا. آه عارفة كأني انا حد عنده حد من اصحابه، آه ومتعودين نتكلم طول الوقت مع بعض، ومتعودين يكون في ما بيننا حديث رايح راجع. فطبيعي ان انا باخد رأيه في كل شيء، او طبيعي ان انا بتكلم مع الشخص ده في كل حاجة بتخصني في الحياة. لكن اللي مش طبيعي ان انا امشي واجيب واحد من الشارع اجي اقول له بقول لك ايه، انا سمعت ان انت حد حكيم قوي، ايه رأيك اتجوز فلانة ولا فلانة؟ ده شيء مش طبيعي، يعني مفيش حد بيعمل كده. يعني انا مثلا لو تخيلت ان انا اعرف حد من بعيد كده قوي، اسمع عن واحد قريبنا عايش في المكسيك، عارفه الحاجات دي، وفجأة قالوا لي لا ده على فكرة الراجل ده راجل تقي وحكيم وكده، هل هروح اخد رأيه في ما يخص حياتي؟ ده شيء مش منطقي، لان انا اصلا حد ده انا معرفهوش. عشان كده سماع صوت الله مرتبط ارتباط وثيق وحقيقي وعميق جدا بايه هي شكل علاقتي بالله. لو انا ماليش علاقة بالله كأنه العمي اللي في المكسيك، انا مش هروح اقطع تذكرة طيران واسافر المكسيك واوري له صورة العريس واقول له ها ايه رأيك، انا اتجوز الشخص ده ولا لا، مش عاجبك طب ازوم. فاهمة أنا فهو ده اللي احنا بنعمله مع ربنا، بنتعامل معاه بالمنطلق ده إن هو الكائن السحري اللي هيقول لنا الغيب.
وعشان كده على فكرة احنا برضو بنلجأ لحاجات تانية غير ربنا تقول لنا الغيب برضو، ودي مشكلة كبيرة. ان انا مثلا اقرر ان انا اسأل حد عن تفسير حلم، او عارفة الناس اللي بتقعد تعمل ألعاب وحاجات عشان تقول لها الغيب. حتى لعلمك من واحنا صغيرين قوي كان في ألعاب كده زمان، هي طبعا ألعاب يعني كانت حاجة طفولية قوي، اللي هو نظام بقى ايه، نقعد نكتب حروف ومش عارفه نعمل ايه، ولما نقول ستوب يبقى ده اول حرف من اسم الشخص اللي انا هتجوزه. فاكره اللعب ايوه دي؟ كانت حاجه شويه يعني طفوليه، بس بتقول حاجه، بتقول ان انا كاني عايز حد يكشف لي المستقبل، انا عايز حد يقول لي ايه اللي هيحصل في حياتي. ويمكن ده بارت منه بيريح الانسان بشكل او باخر يعني. طب يا نينا، لو انت زي ما بتقولي انا مثلا شخص عندي احتياج فعلا ان انا اسمع صوت ربنا، انا فعلا عايز رأيه في الموضوع الفلاني، ازاي اعمل ده صح؟ او يعني ازاي اعمل ده فعلا واسمع صوته ويرد عليا؟ امم أم، ممكن بصراحة ابتدي، يعني يمكن تبان ان هي بداية محبطة بس هي بداية حقيقية، يعني خليني اقول الصراحة. اه لا، يعني احنا جايين هنا نسمع اه الصراحة عامة، لانه القصة دي دايما بنفكر فيها وبتوقفنا كتير قوي، وبنقعد كمان نحط على ربنا زي ليبلز كده، ان هو مش بيتكلم ومش بيسمع، او اه ان هو السبب، في حين مظبوط، انه هو اللي لبسني في القصة اه دي، او انت ليه سبتني اعمل انا كذا. سألتك انت اللي ما ردتش، يعني انا طلبت اعرف رأيك. مظبوط. خليني اقول يعني حاجة شوية، هي فكرة كبيرة ممكن يعني نقعد نحكي فيها، بس في الاخر هنوصل للفكرة الاساسية. بصي، خلينا نبدأ بفكرة كده نحطها في ذهننا طول ما احنا بنفكر في ربنا، وطول ما احنا بنفكر في موضوع سماع صوت الله، ان الحقيقة ان الله هو اللي عايز يكلمني. ربنا عايز ان هو يتكلم، ربنا عايز ان انا افهمه. ربنا مش الحد اللي نفسه يبقى غامض وكأنه بيلعبني لعبة السيكريت، مش عارفة الهنت هانت فاهمة قصدي؟ ربنا مش الحد المختفي اللي عايز يختفي عشان أنا أفضل أجري وراه وأعمل يعني ألعيب كتير علشان أعرف أوصل له. ده بالعكس، بدليل لو كان ربنا مش عايز يكلمنا ما كانش بعت ابنه مثلا، ما كانش بعت لنا أقرب صورة ينفع نفهم فيها مين هو الله. يعني هل الطبيعي إن الله الغير محدود يتجسد في جسد، فاهمة، مم. يلبس جسد إنسان؟ فده أكبر دليل إن الله عايز يتكلم. ولو كان ربنا مش فارق معاه الإنسان، مش فارق معاه إنه يكلمه، خلاص كان هيسيبه هو بقى في السماء وكده، وشخص غامض وناس قليلة قوي هي اللي بتوصل له. لكن ربنا حب يعمل العكس. فخليني أبتدي أقول إنه الله نفسه يكلمك، الله نفسه يكلمك، الله عايز يقولك حاجات. ده مش بس كده، البايبل بيقول لنا، الكتاب المقدس بيقول انه سر الرب الخائفيه. يعني ده ربنا مش بس عنده ليفل الكلام اللي هو العادي، لا ده ربنا كمان عنده اسرار عايز يشاركها للي بجد بيحبوا وبيخافوا. دي اول يعني زي هقول عليها البيز اللي احنا نبتدي نتكلم عليها. بس تاني فكرة هي ان ربنا بيتكلم، مثلا تخيلي ان ربنا بيتكلم الماني وانا بتكلم عربي، مفيش ما بيننا common background، مفيش ما بيننا حاجة توصلنا ببعض. عارفة الكتاب المقدس في يوحنا 3 يسوع كان بيتكلم مع شخص اسمه نيكوديموس، وكان بيفهمه كده ان الله روح، والناس اللي محتاجة تتكلم مع الله محتاجين يكونوا على نفس الشانل، اللي هو يكون روح زي الله، عشان كده ينفع يتكلم مع ربنا. ومن غير العملية دي، من غير ما يكون لي علاقة حقيقية بالله، أنا عمري ما هعرف أوصل له، ولا عمري هعرف أفهم هو بيقول لي إيه، رغم إنه هو بيحاول يكلمني طول الوقت. ففرق ما بين الطبيعتين، ما بين طبيعة الله اللي هو روح وطبيعة الإنسان العادي اللي هو جسد، فرق كبير قوي. فالله روح وأنا جسد، إزاي أقدر أفهم الله الروح بالجسد؟ شيء مستحيل. وهو ده بالظبط اللي الله قاله برضو للسامرية في يوحنا 4، لما قال لها إنه
انه الله طالب مثل هؤلاء الساجدين اللي هم بيعبدوا الله بالروح وبالحق. فكأن في كونكشن مزد ما بين الإنسان وما بين الله. لكن من ناحية تانية ربنا فتح لي بقى الأوبشن إني أجوين، عارفة ده كأن ده الصف بتاع الروح، صف المسيح، وده صف آدم بكل المولودين فيه من الجسد. أوكي، يسوع المسيح على الصليب فتح لي أوبشن إني أتنقل من الصف ده وأجي للصف ده، ويبقى فيا طبيعة مشابهة اللي هي طبيعة الله اللي بيجدد جوايا. فاللي يحصل ايه هو ان انا اقدر ابقى على نفس الشانل مع ربنا، وبالتالي ساعتها بس اقدر اسمع لصوته. طب يعني يا نينا انت يعني كبرتي الموضوع قوي ما انا قلت لك من الاول ان وروح هو كبير. وجسد وكده. طب يعني عمليا وبشكل ابسط انا اعمل ده ازاي؟ اوكي، هو انا عارفه ان الموضوع كبير بصراحه، يعني انا مدركه ان هو كبير، بس ما كانش برضو ينفع ارد اجابه بس يعني حاجه كانها الموضوع مسطح قوي. هقولك نعمل ده ازاي. خلينا نتخيله كده بشكل بالراحه وبسيط قوي. تخيلي معايا ان كل انسان عادي خالص بيتولد في الحياه دي، كأن في هنا عندنا صف كده بتاع آدم. اوكي، وكل البني ادمين بيتولدوا بيقفوا في الصف ده، ماشي كده. وكل الناس اللي في صف آدم ما عرفتش ترضي الله ولا مرة، ماشي، بدليل ان الكتاب المقدس بيقول انه الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، يعني ما فيش حد عرف يعملها لوحده. اوكي، فجاء الله قرر ان هو هيبعت ابنه يسوع المسيح علشان يكون هو الاكزامبل بتاع الإنسان اللي ينفع يرضي الله وينفع يكون في علاقة حقيقية مع الله. أوكي؟ طيب، فكأن لما يسوع المسيح مات وقام، احنا عندنا هنا صف ايه؟ آدم. كأن لما يسوع المسيح مات وقام بقى عندنا صف جديد، أوكي؟ اسمه صف يسوع، ماشي؟ وهو ده اللي أي حد بيقرر في حياته إنه هو عايز يقبل عمل المسيح علشانه، كأنه بيتنقل من صف آدم لصف يسوع. أوكي؟ هو ده بالظبط اللي البايبل بيقوله، إن في ناس كل اللي بيقبلوه أوكي بيصيروا أولاد الله، ماشي؟ أولاد الله دول بيعمل معاهم زي يعني مقارنة بسيطة، إن أولاد الله دول مولودين مش من الجسد ولا من دم ولا من مشيئة رجل، يعني ما بقوش في صف آدم، لكن مولودين من الله. أوكي كده؟ فكأنه بقوا اتولدوا كأنهم بقوا في صف يسوع المسيح. أوكي؟ وبعدها بيقول إن المولود من الجسد، بعدها بإصحاحين بالظبط بيقول كده، المولود من الجسد هو جسد، يعني المولود ومحطوط في صف آدم هو إيه؟ شخص صعب عليه إنه يفهم الله. أوكي؟ لكن المولود من الروح هو روح، وطبعا الله روح، فده معناه إن أنا كأني بتولد كأني ببقى عندي الأوبشن إني أبقى بعرف أكونكت مع الله الروح. هكونكت إزاي؟ لازم أنا أتحط في الشانل دي، أكون شبه الله، فأقدر إن أنا أعرف أكونكت بيه وأسمع صوته. وهنا نقدر نتنقل للنقطة اللي بعدها اللي بتقول إزاي بيعمل ده إزاي. يعني خليني ألخص اللي انت قلتيه. يعني انت كأنك عايزة تقولي ان انا كأني بحاول أسمع صوت حد أنا أصلا مش عارف صوته، أيوة فنتيجة بالظبط. طبيعية ان انا مش هعرف اسمعه او افهم اللي هو بيقوله لما يتكلم، في حين ان هو عايز فعلا يتكلم وعايز بالظبط. بيشاركني. أو لو حتى هو اتكلم أنا مش هفهمه، بالظبط، لأن هو الكلام اللي هو هيقوله بالنسبة لي هو حاجة انا مش عارفة صوته، لان انا معرفوش فمش عارفة صوته، لان انا في الصف بتاع آدم. فلما يعني لما في وقت بقرر ان انا عايزة اعرفه، ده كأني بتنقل من الصف بتاع آدم وبروح للصف المولودين من الروح. مظبوط. فيعني كأنه دي أول خطوة إن أنا أتعرف على الشخص اللي أنا بطلب إن أنا أصلا أسمع صوته. بالظبط كده، يعني أنا كأني دلوقتي قطعت تيكت وسافرت
المكسيك، وقعدت بقى مع عمي ده في بيته اتعرف عليه بقى. ابدا بقى اتعرف عليه، وبعد كده هبقى بعد شويه طبيعي هميز صوته وهعرف هو بيقول لي ايه، وهعرف ان انا حتى ساعتها هقدر استشيره بيزد على هو مين وانا مين، من غير لخبطه ومن غير كونفليكتس. طيب انا عندي فضول قوي اعرف ازاي بقى ده بيحصل، وازاي ربنا بيتكلم، او ايه الطرق اللي بيتكلم بيها ليا. بس قبل ما نعمل كده انا حاسه بس ان احنا كنا بنقول كلام كبير قوي، او هي مش حاجه مره كده خلاص، لا ده هو قرار انا محتاج اخده عشان امشي في السكه دي واكمل بيها. فابقى بعرفه كل شويه. ففريلي قوي ان احنا نبقى بنصلي حتى لو نص دقيقه الفكره ايوه دي، ان انا اتنقل من الصف بتاع ادم لصف يسوع. اوكي يلا بينا. يا رب زي ما كلمتك بتقول ان المولود من الجسد هو جسد والمولود من الروح هو روح، احنا يا رب عايزين نتنقل النهاردة من الصف بتاع آدم اللي مش بيقدر يشوفك، مش بيقدر يفهم انت مين، مش بيقدر يسمع لصوتك، ونكون في صف المسيح. عايزين نكون في الصف بتاع يسوع المسيح اللي فيه ممكن نفهم انت مين، واللي فيه ممكن نعرف مين شخصيتك، ونقدر نسمع لصوتك في حياتنا. احنا مش عايزين يا رب نستخدمك كحد مشير بس نعمل ده ولا ده، لكن عايزين نكون لينا علاقة حقيقية بيك تخلينا نقدر نفهم فكرك ونفهم كلامك ونفهم طريقتك ونفهم كل الخطط بتاعتك لحياتنا. آمين. امين. قولي لنا بقى يا نينا الطرق اللي ربنا بيتكلم بيها لينا. اوكي، هو معروف قوي 5 طرق معروفين جدا. اول واحد فيهم هو الكتاب المقدس. والحقيقة الكتاب المقدس مش مكتوب علشان أنا طبعا أفتح كده بالصدفة وأخد آية عارفة وذهب وشنق نفسه يبقى ربنا بيقول لي يلا بينا نعمل مش عارفة إيه. لا، الكتاب المقدس هو فكر الله، هو اللي بيقول لي ربنا بيفكر ازاي. علشان كده بولس الرسول كان بيقول في حتة كده في الكتاب المقدس، بيقول أما نحن فلنا فكر المسيح. أنا أعرف منين فكر المسيح؟ أعرف منين فكر الله؟ من خلال الكتاب المقدس. أعرف شخصيته، أعرف تعاملاته، أعرف أفكاره العامة عموما عن الحياة. فهديكي مثل، حاجة بسيطة جدا جدا كلنا بنفكر فيها. يعني مثلا واحدة جاية ترتبط، أوكي، فكر الله في الكتاب المقدس إنه الشخص يرتبط بإيه؟ معين نظيره. أوكي، تخيلي لو أنا برتبط بحد ولا هو معين ولا هو نظيري، وعمالة بسأل ربنا يا رب هو ده كده أوكي ولا لأ؟ إجابة واضحة. انت فاهمة أنا عايزة أقول إيه؟ ايوه الله مش مستني اللي هو كأن عنده يعني ايه، عارفة كأننا احنا بنحط اوقات كده ربنا في حتة اللي هو مثلا عنده بلان، والبلان دي لازم تتنفذ بكل حذافيرها بالطريقة الفلانية. لا، الله عنده سايب للإنسان حرية طول ما الإنسان بيتحرك من خلال فكر المسيح. فاهمة؟ فأنا مثلا ما تجيش أقول هل ربنا عايزني مثلا أغش الغش ده في الشغل ولا لأ؟ واضحة. هل ربنا عايزني أتجوز شخص ملوش علاقة بيه؟ واضحة. هل الله عايزني أعمل كذا أو كذا؟ في حاجات كتيرة قوي 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 إجابتها اوريدي موجودة من خلال الكتاب المقدس، من خلال فكر الله. فمثلا ممكن أفكر في حاجة زي الغفران، في حاجة زي مثلا الفلوس، في حاجة زي الجواز، في حاجة زي الجنس برا الجواز. حاجات كتيرة قوي 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 هي موجودة اوريدي، لأن هو ده فكر الله. فكر الله ومش هيتغير. فمش محتاجة في المواقف دي ابقى بسأله يعني. دي اوضح بالظبط حاجة. بالظبط، بالظبط. دي حاجة اوريدي واضحة وموجودة. فأول حاجة عندنا هي الكتاب المقدس. تاني حاجة هي حاجة عميقة قوي قوي، بس عايزة يعني أقولها، يمكن مش عارفة ازاي هوصلها من كل قلبي يعني. الله بيتكلم من خلال الروح القدس. عايزة هنا أقول إنه دي حاجة بجد privilege مش عادية، ده امتياز غير طبيعي. الروح القدس هو الأقنوم الثالث، هو الله نفسه. فتخيلي إنه الله بيقول لي أنا عايز أسكن جواكي،
بالروح القدس. أنا عايز كل كيانك يمتلي بيا أنا بالله. والروح القدس هو ربنا نفسه اللي بيقول لي وبيحكي لي عن فكر الله ليا في كل شيء في حياتي، من أصغر حاجة خالص لأكبر حاجة في حياتي. وكأنه الروح القدس، مش كأنه، الروح القدس هو الرب المحيي اللي ساكن جوايا ومعايا. أنا ماشية طول اليوم لما بتنقل لصف المسيح، أنا ماشية طول اليوم معايا الله. عارفة عمانوئيل الله معنا؟ زمان كانوا بيقولوا عمانوئيل الله معنا، اللي هو يعني يسوع موجود على الأرض. بعد ما يسوع صعد كان خير لينا إن هو ينطلق علشان يبعت لينا المعزي الروح القدس اللي يمكث فينا. يمكث فينا يعني الروح القدس ساكن فيا، الله بنفسه ساكن فيا. لو أنا مدياله الحرية إنه يكلمني، إنه يقول لي أروح يمين أو شمال في كل تفاصيل حياتي، هو مستعد يجاوب. ومش بيجاوب إجابة وخلاص، هو بيحكي لي بفيض وبغنى. الكتاب المقدس بيتكلم عن الروح القدس إنه هو بيفحص فكر الله. تخيلي العمق، يعني بيفحص فكر الله، بيعرف ربنا بيفكر في إيه ويقولهولي. مفيش حاجة أوضح من كده. لكن ما ينفعش أبقى أنا أصلا مش في الصف ده، ما ينفعش أبقى أنا أصلا جسد ومصمم إن أنا آخد نفس امتيازات الشخص اللي عايش في الصف بتاع المسيح وممتلئ بروح ربنا وساكن الله نفسه ساكن فيه وبيمكث جواه. يبقى تاني حاجة، أول حاجة الكتاب المقدس، تاني حاجة الروح القدس، تالت حاجة السلام الداخلي. عارفة لما تحسي كده جواكي ان انتي في حاجة كده مش مرتاحة، ممكن تروحي مكان، المكان يبان بيرفكت ما فيهوش ولا غلطة، بس معرفش ليه في حاجة جوايا مش مرتاحة، في حاجة جوايا، في حاجة غلط، كأن في حاجة مقفولة. ده من ضمن أصوات، صوت من يعني طريق من الطرق اللي بنسمع بيها صوت الله، إنه السلام اللي جوايا. رابع حاجة كمان، ودي بصراحة أنا بالنسبة لي شايفاها حاجة مهمة قوي، هي جماعة المؤمنين. هي صوت ربنا من خلال الناس اللي حواليا، من خلال المنتور بتاعي، من خلال القائد، من خلال إخواتي. لما أجي مثلا أقول للناس معايا في الخدمة أو في الكنيسة أنا بفكر إني أعمل الحاجة الفلانية، أنا بفكر إن أنا أسافر المكان الفلاني، هم يدعموني ويصلوا لي، هم مرايتي. وعشان كده ربنا مش مخلينا ان احنا نعيش لوحدنا، يعني احنا مش عايشين كده كل واحد حر كده مع نفسه لوحده. حتى يسوع ما كانش بيبعتهم في الخدمة واحد لوحده، كان بيبعتهم دايما 2-2، لانه فكرة الجماعة او فكرة العلاقة دي حاجة في قلب الله. علشان كده لما اجي اخد قرار، مهم ان انا يبقى عندي ناس حواليا هم كمان بيحبوا ربنا، هم كمان في صف المسيح، وهم بيرشدوني، وهم كمان بيكونوا مراية ليا. يمكن أكون أنا في حاجات مش شايفاها، مش شايفة الحقيقة كاملة أو مش واخدة بالي منها، لكن الناس اللي حواليا دي على قد ما هم أمنا وبيحبوا الله، أنا ينفع أسمع صوت الله من خلالهم. عايزة بس هايلايت قوي على، طب قول لنا بقى يا نينا ايه النقطة الخامسة؟ بصي بقى، النقطة الخامسة هي الظروف المحيطة. وأنا بصراحة النقطة دي أنا كتير بصلي بيها عشان أبقى يعني صريحة معاكي. الظروف المحيطة هي الظروف اللي حوالين الموضوع. أوقات كتير ربنا بيحرك الظروف برضو المحيطة، يعني مثلا حاجة بتبقى بتتسهل وبتمشي، أو حاجة تانية مقفلة قوي وكل حاجة فيها عواقب وكده. بس هنا بصراحة عايزة أقول إن الظروف المحيطة كتير بتلخبط. هي حتة تريكي قوي. حتة تريكي قوي، يعني ممكن باب أو حاجة تبقى صعبة شوية لكن هي تكون من ربنا، وحاجة تانية تبقى سهلة قوي لكن هي مش من ربنا. بس هنا عايزة يعني أبين بس نقطة صغيرة قوي فرق ما بينهم. الفكرة مش بس هي الظروف المحيطة ونقطة، لا، هي الظروف المحيطة ومعاها السلام الداخلي، ومعاها فكر الله من الكتاب المقدس، ومعاها الكلام أو رأي الناس اللي حواليا، جماعة المؤمنين اللي حواليا. فكأنه أنا يعني الظروف المحيطة مش هي لوحدها الحاجة الوحيدة. يعني
عايزه اقول ان انا ممكن الباب يبقى بالنسبه لي مفتوح وسهل قوي لو انا رايحه اعمل خطيه طبعا مثلا، لكن ممكن ابقى عايزه اعمل حاجه حلوه او اخدم ربنا او اعمل حاجه والاقي الامور عماله بتتعقد بتتعطل اكتر. وبتتعقد والدنيا بتصعب في وشي. فهنا عايزه اقول بس ان ما ينفعش اخد الظروف المحيطه كده وبس. لوحدها. وغالبا في كل قرار مهم في حياتي بحتاج اعمل زي يعني ايه تجميعة من الحاجات دي مع بعض. يعني مثلا انا داخله على ارتباط، حاسه بسلام جوايا، الشخص ده مناسب حسب كلمه الله، الناس اللي حواليا مباركين الامر وشايفين ان ده شخص فعلا من ايد ربنا، وهكذا. والظروف كمان مساعداني. فاهمه انا عايزه اقول ايه؟ لكن القرارات اللي هي يمكن القرارات الصغيره اوقات ممكن اخد معاهم حاجه كده او اتنين بقدر اعدي فيهم، لكن القرارات الكبيره لا، انا لازم اقف واصلي وافكر كويس قوي. عايزه بس اقول حاجه في الاخر. عارفه فاكره البيز اللي احنا بنينا اصلا عليه الكلام، ان الله هو اللي عايز يكلمني، هو ده حاجه فارقه معاه. عايزه بس اقول حاجه اخيره، انه ربنا فارق معاه يرد عليا. ربنا عايز يرد عليا، عايز يكلمني. ربنا مش عايزني اتخبط، مش عايزني اختار اختيارات غلط في حياتي. لكن على قد ما انا امينه وبصلي بجد وعايزه اسمع صوت الله، على قد ما الله هيكلمني وهيكلمني بوضوح. عارفه في ناس كتير بتاخد وقت تصوم وتصلي وتتضرع فعلا لربنا بقلب خاشع، ان بجد اللي انت هتقوله انا هعمله. احنا كتير بقى عندنا مفتقدين الحتة دي، يعني عايزين ربنا يقول لنا خلاص، عارفة اللي هو ايه، خلاص انا عايزة ادخل الكلية دي، انا عايز اهاجر البلد دي، انا عايزة اتجوز فلان، اوكي فخلاص انا مخي مش جايب غير ان انا عايز اعمل كده، فانا بصلي بس مجرد تأدية واجب، يا رب قول لي انت عايز ده ولا لا. عارفه الطريقه دي؟ او بصلي عشان اخد الاجابه واجري يعني. او اللي هو انا بصلي عشان بس ايه ارضي ضميري وانت تقول لي لكن لو ربنا قال لي مش ماشي معاكي، ايه مش سامعك، ايه مش سامعك من الدي جي. عارفه ساعتها بقى ايه، فجأة بيجي لنا كل الحالات وكأن احنا في صراع مع ربنا. يعني كأن انا في صراع مع ربنا، ان انا عايزاه يقول لي الإجابة اللي انا عايزة اسمعها، واللي غير كده هقفش عليه وهبقى متضايقة وكل الكلام ده. فتعالي نلخص تاني ال5 نقط عشان لو حد اتلخبط. يبقى اول حاجة الكتاب المقدس، تاني حاجة الروح القدس، تالت حاجة السلام الداخلي، رابع حاجة المرشد الروحي أو الكنيسة، جماعة المؤمنين، القائد بتاعي، خامس حاجة هي الظروف المحيطة. طيب ازاي اعرف اميز اذا كان الحاجه اللي انا سألت ربنا عليها دي، يعني الصوت اللي جوايا ده منه، ولا دي افكاري انا او صوتي انا؟ لانه اوقات انا ببقى مياله لحاجه اصلا، انا مظبوط، انا عايزه اعمل حاجه معينه، فاوقات ببقى بحس ان احنا اوقات بنهيئ اللي بنسمعه انه بنفترض ان ربنا قال مثلا. صح، ايوه صح، مظبوط. ازاي اعرف اميز؟ حلو قوي السؤال ده. بصي انا هقولك حاجتين وهيربطوا مع بعض. الحاجة الأولانية إن الله مش عايز يفضل يمليني إجابات، ده في وجهة نظري. الله عايز يغير فكري فكون بفكر زيه. فاهمة أنا عايزة أقول إيه؟ يعني زي كده، زي لما يبقى في واحد صاحب شركة مثلا وعنده نائب، فهو من كتر ما اتعامل معاه قوي 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 فبقى خلاص لو هو ده مش موجود انا هتصرف ازيف انه هو موجود. بالظبط، وانا هتصرف وانا عارف لو هو موجود كان هياخد كان قرار، هيقول ايه وهيتصرف ازاي وهيعمل ايه. عارفة زي انا مثلا دلوقتي لو انا بعلم بنتي، انا مش بعلم بنتي ان هي تبقى كل يوم عارفة الاطفال لما يجي يقولك الصفحة خلصت اعمل ايه، اكتب فين. مش ربنا مش عايزني ابقى كده. ربنا عايز ان زي ما انا لما بعلم بنتي، انا مش عايزاها تبقى طول الوقت بتسأل على رأيي وبس، لكن انا عايزة اعلمها هي تختار ايه الصح من ايه الغلط بيزد على المبادئ بتاعتي. فبنفس الفكرة الله عايز يعمل معايا. الله عايزني انا اللي اتغير فابقى فكري شبه فكر المسيح.
مش بقف في كل حاجة واقول هو ربنا رأيه ايه في الموضوع ده، لانه اوريدي رأي ربنا واضح ومعروف. في حاجات كتيرة قوي واضحة. يعني فاهمة قصدي انا عايزة اقول ايه؟ فاول حاجة انا اعرف منين الصوت ده صوتي انا ولا ده صوت الله؟ هل هو يتوافق مع فكر المسيح؟ لو يتوافق مع فكر المسيح انا شايفة انه صوتي وصوته كأن احنا الاتنين بقينا متفقين. عندنا احنا متفقين. يعني كأن احنا الاتنين ما بقاش في ما بيننا العركة دي، ما فيش ما بيننا الصراع. يمكن علشان انا مش بصارع في حتة جسد وروح، لكن احنا الاتنين عايزين نعمل نفس الحاجة. فهو الفكر اللي هو عايزه بقى جوايا من كتر ما انا اتعاملت معاه وقربت منه، والمشيئة بتاعته بقت هي كمان مشيئتي. بنقف عند النقطة اللي فيها مشيئته مش هي مشيئتي. زي مثلا يونان مثلا، اللي هو يعني الله قال له حاجة واضحة قوي، لكن الكلام ده هو مش جاي على هواه، رغم ان هو فاهم ربنا عايز يقول ايه، لكن الكلام مش جاي على هواه، مش ماشي معاه. لكن في الحقيقة ان احنا بنشوف ان في القصة، في الاحداث بتاعت القصة، ان في الاخر يونان بيوصل لحتة فيها بيدرك مين هو الله. فاهمة انا عايزة اقول ايه؟ لكن ده مش معناه ان انا لو في يوم من الايام اخترت اختيار غلط، يعني في الاخر الله امين، هو برضو مسؤول عني، وهو يقدر ان هو يحول اللي انا عملته لحاجة كويسة زي ما عمل مع يونان، او يقدر ان هو طبعا في اوقات بشيل نتيجة الغلط، يعني او السكة الغلط اللي انا مشيتها بيبقى اوقات كتير ليها نتيجة. بس في الاخر عايزة اقول ان الله امين، وان هو مش اللي هو عنده بلان، والبلان دي لو ما تنفذتش بنفس الطريقة كده بالظبط خلاص، لا بالعكس، الله عنده بلان ايه، لكن it's fine لو انا ما فهمتش بلان ايه، هيمشي معايا في بلان بي وفي بلان سي وفي بلان دي، وهيكون امين ان هو يباركني في كل الاحوال. اوكي يا نينا، انا شايفه يعني ان احنا غطينا الموضوع وجاوبنا على اسئله كتير قوي كنا بنفكر فيها. نفسي قوي اشجع يعني كل حد كان جواه دايما التساؤل ده انه يبقى يعني I hope دلوقتي يبقى عارف هي بتتعمل ازاي، وانه يكون بياخد خطوه ناحيه ده، و... ونفتكر دايما ان هي مش هتحصل طول ما انا في الصف بتاع ادم. يعني Yes. ما تحاولش تكلم حد مش عارف اللانجوج بتاعتك، او انت يعني مش عارف اللانجوج بتاعته. نفسي برضو لو لسه عندكم اسئله في القصه دي تكونوا بتشاركونا وبتبعتونا في الكومنتس. ميرسي يا نينا قوي على النهارده. ثانك ميرسي يو. ليكي.